ايه الاحسن، الماني ولا اسباني؟ سؤال كويس. الالماني والاسباني الاتنين لغتين نادرين. تمام. بعكس الانجليش في ناس كتيرة جدا بتتكلموا، لغة مش نادرة ولا حاجة. ولكن هو الانجليش يعني يعتبر من وجهة نظري، يعني من وجهة نظري الشخصية، اللي هو اول لغة مستخدمة عالميا. يعني ناس كتيرة جدا حوالين العالم بتتكلم انجليش. تمام. وبيتكلموا سبانيش برضو، في ناس بتتكلم جيرمان وفي ناس بتتكلم فرنش. بس الانجليش منتشر اكتر. تمام. انا من وجهة نظري الاسبانيش سهل. يعني هو انا بتعلم سبانيش دلوقتي، يعني في الوقت اللي انا بعمل الفيديو ده فيه انا بتعلم سبانيش. الاسبانيش سهل، مش صعب، مش معقد. تمام. ولكن الجيرمان يعتبر انا بفضله عن الاسبانيش، او انا من رأيي الشخصي ان الجيرمان احسن من الاسبانيش كفرص شغل، كسفر، ككل حاجة. انما الاسبانيش لغة سهلة، مرتبها في السوق الكول سنتر ما هوش قليل. يعني تقريبا معدي 30,000 دلوقتي. سوق الاسبانيش معدي 30,000. الجيرمان بقى اللي في حتة تانية خالص. فالنصيحة لو عايزة لغة سهلة ومرتبها برضو كويس فخليكي في الاسبانيش. لو عايزة لغة صعبة، مش صعبة قوي، يعني مش اللي هو الصعوبة اللي في دماغكم، يعني هي complicated شوية. خليكي في الجيرمان. وعايزة مرتب كويس فوق ال45 وال50 الجيرمان. فرص شغل في الكول سنتر وخلافه. فرص شغل في، لو انتي سافرت البلد هتلاقي فرص شغل تانية كتير. وممكن كمان تقدمي على شغل وانتي في مصر لو انتي بتتكلمي جيرمان. وممكن تسافري تشتغلي عادي جدا. بس ده كان ردي على what the hell is your name. I don't know.